فيلمنا بيبدأ بمزرعة جميلة مليانة تيران صغيرة، ونشوف التيران وهما بيلعبوا مع بعض، ويظهر بطل قصتنا فرناند وهو بيسقي الوردة بتاعته ويهتم بيها، واللي بيكون باين عليه انه مختلف عن باقي التيران وانه بيحب الورد جدا. وفي الوقت ده بتيجي عربية للمزرعة وتجري التيران الصغيرة كلها وتتفرج عليها، وبنعرف ان العربية دي جاية تاخد التور اللي هينافس في مصارعة التيران. ونشوف فرديناند بيقول لاصحابه يا ترى الميتادور هيختار مين للمسابقة النهاردة، فبيرد عليه فالنتي وبيقول له اكيد هيختار بابايا علشان هو قوي، واكيد لما اكبر هيختارني انا كمان. وفجأة بتطلع التيران الكبيرة من المزرعة ويدخلوا الحلبة، ونشوفهم بينطحوا في بعض، ويكون الميتادور بيتفرج عليهم، وفي الاخر بيختار ابو فرديناند لان شايف ان هو اقوى من ابو فالنتي. ويزعل ابو فالنتي ويكون متضايق جدا، حتى ما بيكونش عايز يتكلم مع ابنه. اما ابو فرديناند فبيكون فرحان وبيقول لابنه اخيرا هكون بطل وهروح الحلبة زي ما كنت بحلم. فبيقول له فرديناند بس انا مش حلمي كده. فبيرد عليه باباه ويقول له بكره لما تكبر وتبقى طور قوي اكيد هتغير رايك وهيكون ده حلمك، لان ده حلم اي طور. ونشوفه بيطمنه انه هيخلص المصارعة دي وهيرجع له وهو بطل، وبيروح للعربية اللي هتنقله للحلبة. وفرديناند بيكون حزين وهو داخل المزرعة، ولما دخل لقى فالنتي موت الوردة اللي هو بيحبها، فبيزعل جدا. وبالليل عربية المزرعة بتيجي، بس العربية بتكون فاضية وبابا مرجعش فيها. فأبو فالنتي بيقول له أنا كنت متأكد إن باباك مش هيعرف يقاوم. ووقتها بيزعل فرديناند وبيهرب من المزرعة، وحراس المزرعة بيفضلوا يجروا وراه، لكن فرديناند بينجح إنه يهرب منهم وبيركب جوه قطر بضايع. ولما بينزل من القطر ده الدنيا بتكون بتمطر، فبيتزحلق وبيقع، وقبل ما بيغمى عليه بيشوف شخص قدامه. وتاني يوم لما بيفوق بيلاقي قدامه بنت جميلة اسمها نينا، وبتطمنه وبتقوله انها هتهتم بيه. وبعدها بنشوفه بيخرج معاها، وبتبدأ تعرفه على المزرعة بتاعتهم اللي بتكون جميلة جدا ومليانة شجر وزهور. ويفضل فرديناند يجري ويلعب ويشم في الورود اللي هو بيحبها. ونشوف حب نينا ليه بيكبر كل يوم وتهتم بيه وتأكله وبتلعب معاه. وكل سنة بياخدوه معاهم سوق الورود اللي في المدينة، وده السوق اللي بيبيعوا فيه الورود بتاعتهم. وتمر السنين وفرديناند بيكبر ويكون ضخم جدا زي باباه، بس بنلاحظ انه لسه طفل من جواه ويفضل يلعب ويتشاقى كل يوم. وفي يوم فرديناند بيكون بيسقي الورد ويتكلم مع الكلب صاحبه، ويشوف نينا وباباها رايحين سوق الورود، فبيجري عليهم علشان يروح معاهم زي كل سنة. لكن والد نينا بيرفض وبيقوله انه مش هينفع يروح معاهم المرة دي لانه ما بقاش صغير زي زمان، ويعرفوا ان الناس في المدينة اكيد هيخافوا منه علشان حجمه. ونشوف نينا بتودعه وبيمشوا ويسيبوه ومعاهم الكلب بتاعهم، ولكن فرديناند مش بيبقى فاهم ايه المشكلة لما يروح معاهم. وفجأة بيقرر يروح وراهم سوق المدينة، ولما بيوصل هناك كل اللي بيشوفه بيكون خايف منه جدا، وهو بيكون ولا هنا، ويبقى فرحان جدا بالظهور. ويفضل ماشي لغاية ما بيقابل نينا، لكنه بيتزحلق وبتقع قماشة على عينه، وبيجري وهو مش شايف اي حاجة ويكسر السوق كله، والناس بتخاف وتجري ويقولوا عليه انه وحش. ولما بتوصل الشرطة وتجري وراه بيقدروا يمسكوه، ونشوفهم بيحطوه في العربية ويمشوا بيه. وتجري نينا ورا العربية وتكون حزينة جدا، وتوصل العربية بيه لأكتر مكان بيكرهه، وهي المزرعة بتاعة التيران اللي كان فيها زمان. ويكون متضايق جدا ويرفض ينزل من العربية. فصاحب المزرعة بيبعت له معزة علشان تهديه، لكنها بتوتره أكتر، وبياخدها وبيتقلبوا بره العربية، وبيقول لها إنه في المكان الغلط وإنه لازم يرجع بيته. بس هي بتقوله إن ده دلوقتي بيته وإن هو لازم يستعد لحلبة المصارعة. ويدخل فرديناند ويشوف أصحابه القدام، وبيشوف فالنتي وبيقول له كويس إنك جيت علشان أغلبك والميتادور يختارني أنا. وبعدها المعزة بتوريله المكان اللي هينام فيه، ويحاول ينام لكنه بيكون قلقان جدا وخايف. ويشوف 3 قنافذ بيسرقوا أكله، فبيساعدهم فرديناند وبيخرجهم من الشباك اللي دخلوا منه وبيسيب لهم الأكل بتاعه. هو وقتها البيت بتاعه بيكون وحشه جدا، فبيقرر يهرب زي ما هرب زمان، بس أول ما بيلمس السور بيتكهرب وبيقع. فبيجيله 3 خيول من المزرعة اللي جنبه ويفضلوا يتريقوا عليه. وفي اليوم التاني بيجي الميتادور للمزرعة وبيقابل صاحب المزرعة وبيقوله أنا عايز أحسن تور عندك علشان ده آخر ماتش ليا قبل الاعتزال.
وعايزه يكون قوي، فبيحضر له التيران كلها علشان يشوفها، وبيدخلوا الحلبة ويبدأوا ينطحوا في بعض. والمتادور ما بيعجبوش حد خالص، ويقول لصاحب المزرعة ان فاضل يومين على الماتش ولازم يلاقي طور قوي جدا، ويقول له انه هيرجع له تاني وان لازم يكون محضر له طور اقوى من دول. ونشوف التيران كلها بتكون متضايقه من فرديناند علشان ما بيكونش عايز يتصارع معاهم لانه بيكره العنف. ونشوفهم بعدها بياخدوا طور منهم وبيكون فاكر ان هو رايح الحلبة، بس فرديناند بيكون عارف انهم اخدينه علشان يذبحوه. ونشوفهم في اليوم التاني بيتمرنوا كويس، ويكون في طور منهم فاكر نفسه اعمى، لكن فرديناند بيساعده وبيشيل شعره من على عينه، والطور بيشوفه بيكون فرحان جدا. وبعدها بيتكلم مع المعزة وتحاول تقنعه وتقوله ما تعتبرهاش مصارعة، واعتبرها مثلا حاجة كده زي الرقص. وهما بيتكلموا بيجيلهم ال3 خيول اياهم وبيسمعوهم وهما بيتكلموا عن الرقص ويفضلوا يتريقوا عليهم، بس فرديناند بيغيظهم ويبدأ يرقص الرقص اللي اتعلموا مع نينا، وهما مش بيسكتوا طبعا وبيرد عليه وبيرقصوا هما كمان. وبيجي تور يساعد فرديناند في الرقص وتتقلب لمسابقة رقص بين الخيول والتيران، وينتهي العرض ان الخيول بتتكهرب من السور، وبكده بتكسب التيران المسابقة. وبعدها بيجمع فرديناند التيران ويحاول يقنعهم يهربوا من المزرعة، بس هما بيرفضوا ويقولوا له احنا تيران وده مصيرنا. ونشوفه بيقنع المعزة لوبيل بانها تهرب معاه ويحكي لها عن نينا وعن حبها ليه، فبتستغرب المعزة ونفهم انها ما تعرفش يعني ايه حب، وتقتنع وتقرر تهرب معاه. وبالليل بيروحوا للقنافذ علشان يساعدوهم، وفرديناند بيديهم وردة راقصة علشان يرضوا يساعدوهم ويوافقوا ويبدأوا في الخطة. ويفتحوا القنافذ الباب وبيزقوه من الشباك وبيقع على عربية المتادور، والحراس بيروحوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، بس القنافذ بيحاولوا يعطلوهم. وكل ده وفرديناند بيحاول يهرب، بس الموضوع بيكون صعب جدا لغاية ما بيوصل لصالة المباراة ويشوف صور باباه متعلقة، ويفهم ان باباه كان بطل زي ما وعده، وبيفهم ان كل التيران اللي في المزرعة نهايتهم هتكون زي باباه. ويرفض بعدها انه يهرب ويسيبهم ويرجع للتيران وبيقول لهم ان هم لازم يهربوا، بس فالنتي بيرفض وبيصارع فرديناند، بس فرديناند بيكون مش عايز يصارعه لكنه بيضطر علشان هو اللي عايز كده. وفي الاخر هو اللي بيكسب، ويكون المتادور واقف وشايف كل ده ويختار فرديناند علشان ياخده، واما فالنتي فبياخدوه علشان يتذبح. وعلى الناحية التانية المعزة بتقول لفرديناند ان هو لازم يهرب علشان لو فضل لغاية الصبح المتادور هياخده وهيبقى مصيره زي باباه، وبيرفض ان هو يهرب غير بيهم، وكلهم بيوافقوا انهم يهربوا سوا ويبقى فاضل واحد بس وهو فالنتي، وكلهم بيتفقوا مع بعض وبيحبسوا الخيول. وبيروح فرديناند علشان ينقذه وينجح انه يوصله، بس فالنتي بيرفض انه يروح معاه. وفي نفس الوقت بيسمع فرديناند صوت تور تاني، ولما بيطلع بيعرف ان ده اول تور اخدوه علشان يذبحوه، فبيحاول ينقذه وبيساعدوا فالنتي، وبينجحوا هما ال3 في انهم يهربوا من المجزرة. والتيران كلهم بيدخلوا جوه عربية، والقنافذ والمعزة بيسوقوا العربية دي وبيهربوا سوا، والحراس بيكونوا وراهم. واول ما واحد منهم بيقرب من عربية التيران بينط القنفذ ويروح على عربيتهم ويفتح الكبوت، ومش بيبقوا شايفين حاجة، ووقتها بيعملوا حادثة. وبعدها عربية التيران بتتزحم وسط العربيات علشان الإشارة، وبيقرروا انهم يهربوا بالقطر ويفضلوا يجروا في الشارع والحراس وراهم. وطول ما هما بيجروا بيبوظوا حاجات في الشارع طبعا، وبيركبوا الأتوبيس وبيوصلهم الأتوبيس لمحطة القطر واللي بيكون فيها الحراس، ويفضلوا يجروا وراهم برضو. والتيران بيحاولوا يوصلوا للقطر اللي بيمشي بسرعة، وفرديناند بيضحي بنفسه وبيخلوهم يوصلوا هما للقطر ويقف علشان يهاجم الحراس، لكنهم بيقدروا يمسكوه. وينزل في كل الأخبار ان فرديناند هيصارع المتادور، ووقتها بابا نينا بيشوف الاخبار وبيقول لها كل اللي بيحصل. ومن ناحيه تانية فرديناند بيكون رايح للحلبة والمتادور بيكون بيجهز نفسه، وفي نفس الوقت نينا وباباها بيحاولوا يوصلوا لمكان الحلبة. ونرجع من تاني للمتادور وفرديناند وينزلوا للحلبة، ويكون فرديناند رافض المصارعة، لكن الحراس بيجبروه ويبدأوا في المصارعة، وبيجري على المتادور والراية الحمراء بتشبك في قرونه، لكن المتادور بيتضايق علشان المصارعة بتتقلب بالكوميديا والناس بتفضل تضحك عليه. ووقتها نشوف المتادور بيقرب على فرديناند بالسكاكين علشان يضربوا بيهم، وبينجح في انه يعوره، فبيتعصب فرديناند وبيمسكه بقرونه ويبصله بغضب ويكون متضايق منه. لكن في اللحظة دي بيشوف وردة على الأرض ويفتكر الذكريات الجميلة والوقت اللي قضاه في مزرعة نينا، ويهدى ويفتكر هو مين ويسيب المتادور ومش بيرضى يأذيه. لكن المتادور بيكون مصمم بعد كل ده انه يصارع فرديناند، فبيرفض فرديناند المصارعة ويتعاطف معاه الجمهور ويهتف
ويهتفوا بإطلاق سراح فرديناند وينفذ كلامهم الميتادور، ونشوفه بيحيي فرديناند وينسحب من المكان. وبعدها بتجري نينا على فرديناند في الحلبة وبيحضنوا بعض، ونشوف الجمهور بيشجعهم ويسقف لهم ويحدفوا عليهم الزهور. وفي نفس الوقت ده تيران المزرعة بيكونوا وصلوا، ونشوفهم قلقانين جدا على فرديناند، ويكتشفوا ان المباراة انتهت وان تور الزهر الجميل انتصر وقدر يهزم الميتادور. واخيرا بيرجعوا كلهم ويعيشوا مع نينا في المزرعة بتاعتها، ويقتنعوا انهم مش مخلوقين للمصارعة وبس، وبيجربوا الحب والاهتمام لأول مرة.